السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال بفضل ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الاستغفار والصلاة على النبي جميل اوي بيريح قلوبنا. هعمل النهاردة كبسة بالفراخ. جميلة جدا جدا جدا. جبت حلة كده وحطيت فيها سمنة، وطاسة وحطيت فيها سمنة، وبعدين حملت البصل ببهارات. ودي قطع الفراخ قطعها قطع مربعات كده، وحطيتها في السمن، وحطيت البصل ببهارات في الحلة، حط عليه بهاراته كلها وسبته شوية ما ياخد من طعم البهارات كده، وبعدين سخنت السمنة وحطيته فيها. بيدي تست حلو اوي، طعم جميل جدا جدا جدا. هسيبه ياخد لون كده والفراخ تاخد لون برضك، ونشوف هنعمل ايه. كده البصل خد لون والفراخ خدت لون. هحط على البصل معلقتين فلفل الوان، فرمهم في الكبة واقلبهم مع بعض كده ياخدوا من طعم بعض. والفراخ لونها احمر، لونها اتغير، حطيت لها فلفل اسمر وذرة ملح رشتها عليها كده، وحشت حبة منهم في جنب. الاخر هنشوفهم هنعمل بهم ايه. حطيت على البصل بتاع بابريكا وكركم. هذا الرز البسمتي كنت غسلاه ونقعاه من قبلها كده بساعة، مصفيه حلو، وهحطه على البهارات، على البصل اللي فيه البهارات طبعا. الكركم لازم يكون معلقة كده كبيرة، معلقة ملانة، عشان ايه؟ يدي لون حلو. انما البابريكا حبة صغيرين. فضت الرز كله على البصل اهو، واقلبه حلو عشان ايه؟ ياخد من لون بعضه كده ومن طعم بعضه. اقلبه حلو عشان يبقى شكله حلو. الفراخ مرة خدت لون اهي، وعملت مكان في النص كده وهحط فيها البصل مع الفلفل، مع الفلفل الالوان مع البصل وايه والبهارات، حطهم في النص كده. والرز قلبته حلو بالشكل ده لما خد اللون ده معايا. هحط بقى عليه الوقت المية السخنة واغطي عليه عشان يستوى، وبعدين لما اخلص الفراخ هنشوف نعمل معاه فيه ايه. بالشكل ده اقلبه حلو بقى، وبعدين اغطي عليه واسيبه. بعد ما البصلة خدت لون بقى، خدت لون، فقلبت الفراخ معاها ودخلتهم في بعض كده عشان ياخدوا من طعم بعض. واقول لكم دي شكلها هاتي، شكلها جميل جدا والريحة روعة، مقولكوش على الريحة. بعمل مكان تاني برضك عشان احط ايه؟ مكعبات الطماطم. قطعها مكعبات كده، حطيتها في النص كده اما تدبل، وبعدين اقلبها في بقية المكونات. طعم خطير، الكبسة بالفراخ دي جميلة جدا جدا جدا، ولادي بيعشقوها. اتمنى تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم اوي. بسم الله ما شاء الله. ده الرز اهوتي، اما بدأ يتشرب من المية كده، لسه ما خلصش، لسه في مية. الجزر والبهارات والقرفة كده بيديه طعم جميل جدا، والليمون المجفف بيديه طعم جميل. كده الطماطم دبلت معانا، والبهارات حطيناها، وكل حاجة حطيناها
على الفراخ. قلبناها في بعض بقى عشان تاخد من طعم بعضها. دخلنا الطماطم مع الفراخ مع البصل مع الفلفل. هنحط دي صويا صوص، هتديها تيست جميل جدا جدا. هحط معلقة كبيرة كده عليها واقلبها مع بعضها. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة، هتعجبكم ان شاء الله. جربوها وادعولي. ما تنسوش تعملوا الاشتراك لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو. اعملوا الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لي لايك. والصلاة على النبي حاجة حلوة أوي أوي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. الصلاة الإبراهيمية جميلة جدا. وعلى آل سيدنا إبراهيم حلوة أوي. طبعا الرز خلاص خلص اهي، خلص. هنحط بقى عليه الفراخ. عشان كده يبقى ما شاء الله طعمه جميل. كبسة بالفراخ جميلة جدا. حطينا عليهم شاورمة الفراخ، خد كله كلها من بعضه، وطعمه بقى حلو جدا جدا. كنت عاملة بومبار او زقوقات زي ما بتسموها. كنت برضك عاملاها في اليوم ده مع الاكلة دي. كانت اكلة جميلة جدا، عجبت عيالي اوي. وده قطع الفراخ المحمرة اللي انا حشتها في الاول لما قلت لكم هنعمل بها ايه. حطيتها في الجنابه اهيتي، زوقت بها الطبق بتاع الرز. وحشت حبه برضك من الشاورما، مكنتش قلبتهم في الرز، حطيتهم فوق الوش زينتهم بيه. ومع الممبار مع الشبت حاجه خضرة يعني، فطعم جميل وشكل جميل اوي اوي. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.